مع ان والله يا ابني عيب في حق الجلابيه اللي انا لابسها دي. الجلابيه دي كانت عايزه مخاصي. الراس بتاعتي انا عايزها فهقصها كده عادي اهي، هتطلع معاك كده اهي، خليها على جنب. الرجول بتاعته دي بتنقص عادي كده اهي اهي. تكون معايا بقى سكينه حاميه تمام، حاجه هنا في الظهر هنا، وافتح كده اهو 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 لحد الديل بالراحه. لازم بس تكون السكينه بتاعتي حاميه. اشيل عرق الرمل اللي جوه ده زي ما حضراتكم شايفين كده. دي اول بدايات الايه، تجهيز الجمبري بتاعي. طيب ده الجمبري بعد انا ما فتحته كده اهو تمام. خلي لي ده دلوقتي على جنب. احنا هنمسك في الكلام ده دلوقتي، اللي هي الراس بتاعت الجمبري. الراس بتاعت الجمبري دي دلوقتي انا هغسلها وتعالى نعمل بيها شوربه. الشوربه دي هتدينا تيست في حاجات كتير هننفذ بيها الشغل بتاعنا. يلا بينا. انا هحط الحله بتاعتي على النار، انزل فيها بمكعبين زبده اهم. اديها بصله مبشوره، هي دي بصله، دي جزره مع بصله مبشوره مع معلقه توم، رشه شبت. قلب يا باشا. هنزل في راس الجمبري دي اهي. تبدا الراس بقى زي ما انت شايف كده تديك اللون ده تمام. تبدا تنزل بالميه ويفضل تكون سخنه. حطيت الميه بتاعتك يا باشا، تديني سنه ملح صغيره، غطي. طيب الشوربه بتاعتي بالظبط قعدت 15 دقيقه بالظبط اهي. معلومه على السريع برضو عشان محدش يضحك علينا، الشوربه دي عامله زي شوربه العدس كده. لو انت عندك بلندر ممكن تضربه، اللي هو الخلاط اليدوي ده وتصفي، وده الافضل والصح تمام. طب انا دلوقتي ما عنديش بلندر، انا راجل على قد حالي، انا ممكن اصفيها عادي دلوقتي. فصباح الفل، بسم الله. الشوربه دي بقى هنعمل بيها كلام جامد جدا اهي. لازم اعمل التتبيله الاول بتاعت الجمبري، عشان هحتاج ايه انا بقى؟ شويه زيت اهم، معلقتين مستردة، معلقه توم، شويه شبت على الرايق، فلفل ابيض، معلقه كاتشب. هننزل على الكلام ده كله بقى بكوبايه ميه، ربع معلقه ملح خفيفه اهي، وقلب يا صاحبي. همسك الجمبريه بتاعتي كده وانزل بيها في التتبيله اهو اهي، وارصها تمام. بعص في التتبيله بتاعتي الجميله اهي، وارص على جنب كده. هسيب الكلام ده بقى معايا كده في التلاجة 10 دقايق، يا اما اسيبه على جنب. يفضل انك تسيبه في التلاجة 10 دقايق بالظبط. هل انا هسلق المكرونه بتاعتي في ميه؟ لا، انا هسلقها في الشوربه بتاعتي الجميله دي اهي. ننزل بقى بايه؟ بالمكرونه بتاعتنا اهي. المكرونه ما بتتكسرش. طيب ادي المكرونه بتاعتي اهي. بص يا باشا اهي، مسلوقه في الشوربه وتمام التمام التمام ومستويه اهي. احط الطاسه بتاعتي على النار، هديها معلقه زبده، سنه توم صغيره، سي معانا شويه الزيت عشان الزبده ما تتحرقش. هننزل بعصير الطماطم بتاعنا اهو. هننزل بقى بالمكرونه الحلوه قبل ابراهيم ما يخرب الدنيا. اصبر ياه. سنه ملح، ماجي، وانزل باحلى مكرونه اهو. ايوه معلش، ما هو اوف يا بابا، ما هو اوف، انت بتحط ايدك في كل حاجه. طب معلش معلش خلاص. تعالى كده يا صاحبي مع سنه الخضره الجميله كده. الطبق الجميل جاهز، يلا بينا نروح ناكله ماما. يلا بقى نسوي الجمبري. هو المفروض الجمبري بتاعي بيخش الفرن، بس احنا خلينا قدام بعض هنا بدل ما اقول له انا وديته الفرن والجو ده. انا هجيب طاسه على النار اهي تمام. هديها ايه؟ معلقه زبده. وقبل الزبده بقى ما تبدا تسيح معايا، بص بقى، سنه شوربه صغيره اهي، بس كده. تعالى بقى يا باشا، الجمبري بتاعك اللي قاعد في التتبيله بقاله 10 دقايق اهو اهو، تنزل بيه كده. غطولي بقى. الجمبري يا جماعه ما بياخدش سوا، وهيلم منك في الطاسه، يعني هتحس ان هو انكمش كده، ده عادي. الجمبري ما بياخدش سوا اقل من ال10 دقايق كمان. بص يا باشا بقى كده كده الجمبري استوى اقل من 10 دقايق اهو اهو. تعالى كده بص اهو اهو، هيبدا يلم منك زي ما انت شايف كده. كده الجمبريه تمام. تعمل ايه بقى يا معلم؟ انت طفي نارك، شيل بقى الجمبري بتاعك اهو، رص اهو، تديله حته هنا كده في لمسه كده. ده بقى شغل المطاعم بقى، هو المفروض يتاكل كده عادي اهو اهو. رشه الشبت الجميله، ثواني يا بابا
اهو اهو اهو. اصبر بقى، نقعدوا بقى قعده حلوه بقى. مع ان والله يا ابني عيب في حق الجلابيه اللي انا لابسها دي. الجلابيه دي كانت عايزه مخاصي. انت هتاخد حل. اوف 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 اوف. خد حته من دي. اه. بص ده احلى ده. خد واحده من دي يا معلم. احنا كنا المفروض ناكله كوارع. خد. الجمبريه ديت لما تلفها مع المكرونايه كده. بص. استحيوا مش شديده. احلى مسا عليكم، اشوفكم في وصفه جديده. حبايب حمزاوي.